عايز تعرف حقيقة وفاة دكتور ضياء العوضي؟ ركز معايا في الحلقة دي للآخر عشان في تفاصيل هنقولها كتير قوي بهدوء وبعقل من غير أي تهويل ولا استغلال. فنجان البن التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. خلال الفترة الأخيرة اسم الدكتور العوضي انتشر بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وده بعد ظهوره في فيديوهات على السوشيال ميديا بيتكلم فيها عن الصحة بفكر جديد ومدرسة جديدة وأنظمة الأغذية وعلاقتها بأمراض مزمنة زي السرطان والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم. واللي أثار الجدل وقتها إن جزء كبير من الكلام اللي كان بيطرحه مخالف بشكل واضح لكل البروتوكولات الطبية التقليدية وعن التوصيات المعروفة الصادرة عن جهات صحية عالمية، وده خلى ناس تشوفه صاحب فكر مختلف وجريء وناس تانية تشوفه إنه بيقدم طرح طبي غير منضبط. ومن أكتر النقط اللي فجرت الجدل ده حديثه عن بعض أنواع الأطعمة اللي إحنا كلنا عارفين إن هي ضرر على الإنسان، وقال إن هي لا تمثل ضرر على صحة الإنسان، وربط طبعا الكلام ده بالتدخين وقال لك إن التدخين مش مضر، أو ربطه ببعض أنواع الطعام زي الزيوت المهدرجة وقال لك إن التدخين أقل ضررا من بعض أنواع الأطعمة. والكلام ده اتفهم عند ناس كتير ان هو تقليل من خطر التدخين، وده طبعا فتح عليه باب واسع جدا من الهجوم والانتقاد. وبما ان كل قضية او كل طرح او كل بحث بيكون له جانبين، فالدكتور العوضي كان عنده متابعين ومؤيدين كتير ليه. مش بس كده، دول ابتدوا يظهروا في فيديوهات على السوشيال ميديا وابتدوا يحكوا عن تجربتهم مع الدكتور العوضي لما اتبعوا الأنظمة الغذائية اللي كان هو بيتكلم عليها، وازاي صحتهم اتحسنت بناء على الأنظمة دي، وازاي خفوا من امراض معينه، امراض عضال. وهنا كان لازم نقف عند نقطه مهمه جدا. في اي قضيه او طرح طبي او بحث علمي لازم نفرق ما بين التجربه الشخصيه والدليل العلمي الموثق، علما بان الدكتور العوضي كان ليه ابحاث موجوده داخل وخارج مصر وكلها منشوره ومتاحه على الانترنت. لان التجربه الفرديه او حتى مجموعه افراد مهما كانت مؤثره ما تكفيش لوحدها ان هي توصلنا لحقيقة علمية معينة وتنطبق على كل الناس. وفي المقابل الرفض التام لأي بحث علمي جديد أو فكرة جديدة برضو مش منهج علمي سليم. عشان كده الجدل اللي حصل حوالين شخصية الدكتور العوضي وأبحاثه كان قائم في الأساس على حالة استقطاب واضحة. فريق شايف إنه مدرسة جديدة وبيقدم علم جديد مختلف عن السائد، وفريق تاني شايف إن كلامه قائم على تفسيرات غير دقيقة وغير طبية بالمرة. نيجي بقى لأهم نقطة في حلقتنا وهي حالة وفاته، وهنا لازم نكون واضحين قوي. أي كلام اتقال بيتقال وهيتقال عن سبب وفاة دكتور ضياء العوضي من غير بيان رسمي أو معلومة موثقة أو مصدر من أسرته هيفضل مجرد كلام متداول. يعني أي حد هيطلع يقول لك مات بسبب كذا أو حصل له كذا من غير ما يقدم مستند واضح، من غير ما يكون في بيان صدر عن أسرته، فاحتمال كبير الشخص ده بيجري ورا ترند أو بيحاول يحقق مشاهدات عالية، أو للأسف بيحاول يركب الترند أو الحدث لمكاسب شخصية. الحقيقة الواضحة قدام عينينا لحد دلوقتي إن وفاة الدكتور العوضي هيفضل محاط بالغموض إلى إشعار آخر، لحد لما تطلع معلومة مؤكدة من مصدر موثوق منه بسبب الوفاة بلحظة الوفاة. في النهاية يا صديقي، النهاردة الراجل ما بين إيدين الخالق، وما ينفعش حديثنا يكون عنه غير بالاحترام والرحمة. الاختلاف العلمي وارد والنقد حق، لكن بعد الوفاة مفيش غير الدعاء والرحمة، لأن ربنا وحده هو اللي بيحاسب الناس. العبرة بقى يا صديقي مش في رحيل الدكتور العوضي، لكن العبرة في الدرس اللي هو سابه، اللي يمكن هو ما كانش عارف ان هو ساب لنا درس. والدرس اللي سابه لنا دكتور العوضي يمكن من غير ما يعرف هو ازاي نفرق بين الرأي والتجربة والدليل العلمي، وازاي ما نحولش السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي من ساحة معرفة الى ساحة فوضى وحروب. اشوفكم على خير.